استاذنا انا لو بدات دلوقتي الحق تساوى مع اللي بدا في شهر 7 شهر 8 شهر 9 شهر 10. اصل انا مضطرب، اصل انا خايف اصل انا قلقان اصل انا مش عارف. قلبي ده مش وقت تفكر ولا وقت تخيل ولا وقت اللي احنا نطرح فيه اسئله تخص المستقبل. ده وقت شغل. مطلوب منك دلوقتي تتوكل. سيبنا اقول لحضرتك الاول ان الحماس دايما في اي بدايه حلو، فالبدايه دايما بنقول بتتسم بالحماس. بس المشكله يا سيدنا في هذه المرحله ان الحماس لوحده مش هيكفي، لان الحماس كده كده يختفي بعد اول يوم ولا تاني يوم ولا تالت يوم من ليالي الامتحان. الفكره كلها في الشغل. فعشان كده البقاء في البدايه مش للي متحمس، البقاء اللي بيشتغل. فبالله عليك ما تاخدش دايما بدايات الاشياء وتسيب الجزء الاهم منها وهي تكمله الاشياء، لان ده حصل في اول السنه لو انت فاكر، اول السنه ده حصل في الترم الثاني لو انت فاكر اللي حصل في الترم الثاني، ده حصل في المراجعه النهائيه والمدرسين كلها بتعلن عن المراجعه النهائيه. حضرتك تحمست وكنت فرحان ان احنا نبدا من البدايه. فدايما اي بدايه هي مفرحه ان دي بدايه، فانا دلوقتي في فرصه جديده. لكن دايما كلمه السر مش في البدايه بس، كلمه السر في اللي هياخد الموضوع بقوه ويستمر في هذه البدايه ويستمر بنفس القوه او يقل شويه لكن ما يبطل. فعشان كده تذكر قوله تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوه. مش بدايه يا يحيى خذ الكتاب بقوه. مش عايزك الفتره دي تسال الاسئله اللي انت كنت بتسالها قبل، اللي احنا بنقول عليها الاسئله اللي بتتسم معلش معذره يعني بالسماجه او السذاجه، اللي هي لو بدات دلوقتي هتساوى مع اللي بدا في شهر 7 شهر 8 شهر 9 شهر 10. استاذنا انا لو بدات دلوقتي الحق اصل انا خايف اصل انا مضطرب، اصل انا مش عارف تفتكر، اصل انا قلقان قلبي ده مش وقت تفكر ولا وقت تخيل ولا وقت اللي احنا نطرح فيه اسئله تخص المستقبل. ده وقت شغل. مطلوب منك دلوقتي تتوكل. وتتوكل هنا مش ان انا افضل ادعي بس، مش انا افضل ادعي بس، يعني تشتغل وتجيب اخرك، وبجانب ده تدعو طبعا. طب ايه معيار انا اجيب اخري؟ تسال نفسك انت يا عم محمد تعرف تعمل اكتر من كده؟ لا بس خلاص يبقى انا جبت اخري. طب انا اعرف اعمل اكتر من كده؟ طب يا عم محمد ما تعمل يا عم محمد. ده هي ان صح التعبير ايام معدوده، دي اخر مرحله. مش عايزين نخش بقى في حته اصل انا اللي كنت السبب وانا اللي قصرت وانا اللي ما اخدتش الموضوع بجديه وغيري. مش عايزين نخش دلوقتي في الحتت دي، ومش عايزين نخش بعدين في الحتت دي. فانت المطلوب من حضرتك دلوقتي تشتغل دون التفكير في النتيجه. اشتغل وادعو، اشتغل وامل، اشتغل ويبقى عندي يقين. بس اهم حاجه تشتغل وتجيب اخرك. ايه معيار اجيب اخري؟ تسال نفسك في ايدك تعمل حاجه عن كده؟ يا عم النهارده انا شايف ان كان بكره او النهارده يعني حاسس ان انا اصلا ينفع اعمل كده او ادوس على اخري بكره. انا شايف ان انا قصرت النهارده بالقدر ده، ينفع تعوضه بكره؟ عوضه بكره. ما تسيبش الايام تعدي منك. اياك تتعامل مع الايام الجايه ان هي وحده متكامله. لا لا لا، كل يوم وحده خاصه بيه. بالعكس ده كل يوم مكون من 5 6 اجزاء، كل جزء وحده منفصله بيه. يعني ما فيش حاجه اسمها اليوم راح مني. في حاجه اسمها مثلا اتقبل ده ان الوقت ما بعد الفجر لحد الظهر انا كنت مظبط نفسي اذاكر، راح مني الفتره دي، عوضها في بعد الظهر، عوضها بعد العصر، عوضها بعد العيش، اسهر. ما فيش حاجه اسمها اليوم راح مني بقى الفتره اللي جايه دي. خلاص يا عمنا تمام. عايزك على قدر المسؤوليه ما تفكرش في اللي فات كتير زي ما قلت لك في الاول، ما تفضلش تحسبها، ما تبصش على النتائج، وخليك بقى يعني ان صح التعبير راجل دي انا مش قصدي صفات الذكور، لا راجل يعني راجل في تحملك للمسؤوليه، راجل في اتخاذك للقرارات، راجل في صبرك، راجل في مثابرتك، راجل وانت بتتحمل. انا دلوقتي انا عارف ان انا قصرت، نقطه من اول السطر، نقطه من اول السطر. بقى سيبك من شغل الاطفال بتاع انا هلحق. طب افرض انا ضعيف، انت مش ضعيف ولا عاجز، والدليل انت مش ضعيف ولا عاجز. لما بيمر مراحل، انت كنت بتقول انا ما بعرفش ادعي 5 دقايق على بعض صح؟ في يوم عرفه ففضلت رافع ايدك شويه حلوين. اما بنيجي نقول لك صوم اثنين وخميس تقول ما بقدرش، مع انك في رمضان بتعتاد الصيام لدرجه ان انت بتقول انا ما بعرفش. يا جماعه الواحد اخذ على الصيام لدرجه انه ما بقاش يفطر. فالشاهد في الموضوع خليك بقدر من القوه اللي انت المفروض اصلا عليها، الشيطان ما يضحكش عليك. خلاص؟ فعايزك انسان قوي وعايزك انسان تتحدى نفسك. تذكر قوله تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوه. والسلام عليكم.